كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض غريبة العيد. كل سنة وانتم طيبين. أنا هنا بقول لكم بعمل كل حاجة وأنا واقفة قاعدة، كل ما باجي ألاقيكم تشوفوني قاعدة في الحتة دي. فكل سنة وانتم طيبين يا جماعة. أنا الحاجة اللي بتريحني بعملها، بعمل حاجتي وأنا قاعدة. فالمهم أنا بقول لكم هنا الغريبة أنا مش هعمل كتير عشان خاطر تيسير وروضة وحمدي مش بياكلوا منها. فانا هعمل نص كيلو بس على قدي انا، وبحيث ان لو حد جالي اقدم ليه يعني ايه في العيد كل سنه وانتم طيبين وكده. فانا هعمل نص كيلو، هياخد مني ربع كيلو سمنه وتمن كيلو سكر. ربع سمنه وتمن سكر. لو انت هتعملي كيلو الدقيق بياخد نص سمنه وربع سكر، وهتطلع معاكي احلى غريبه. الغريبه دلوقتي هتشوفيها بسم الله ما شاء الله عليها، جميله. وبقول لكم انا عايرت الدقيق بالكوبايه، لقيته 3 كوبايات الا حاجه بسيطه، فرحت حاطه عليه برضو كوبايه ونص سمنه وكوبايه الا ربع سكر، وحطيت كيس فانيليا عشان يبقى ريحه الغريبه ريحتها حلوه. فكل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الايام بخير. معايا بقى كده واحده واحده كده، وهتشوفوا الغريبه عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله، حته من الكيس بس وقعت. فانا بقى هضرب بايديا، محدش بقى يقول عجان ومضرب خلاط مضرب كهرباء والكلام ده، لا يا جماعه. ايدينا فيها البركه كده، ونعمل بيها كل حاجه، وربنا يديم علينا صحتنا وعافتنا، ونعمل كل حاجه بايدينا، وبركه ايدينا تتحط في الحاجه. فبنسمي بالله وبنستعيذ من الشيطان، ونبتدي نضرب السمنه والسكر مع بعض لحد ما تبقى زي الكريمه كده. بسيطه، حاجه بسيطه بس. حتى لو كيلو برضو بيبقى على طول في ثواني بيتعمل. الغريبه ما هي الصنعه، يعني انا الغريبه مش صنعه، بس عايزه مقادير مظبوطه، وولعه النار تكون اهدى حاجه عندك. يعني انا عاملاه بسويها في فرن الكهرباء، هو تشوفوه دلوقتي معايا على 150. انا غلطت في حاجه يا جماعه وانا بسوي، وهتشوفوها معايا دلوقتي، عشان احنا كلنا بنتعلم. مفيش حد يعني بيعمل على بيطلع كده عارف كل حاجه، لا طبعا احنا بنتعلم من اللي احنا بنعمله، بنتعلم منه. هنا برضو انا حسيت ان السمنه زياده شويه، برضو الحق ربنا انا زودت حبه دقيق عشان الم بيه العجينه بس. فانا خليت البنت جابت لي شويه، يعني نص كوبايه كده، فرحت حطاهم او ربع كوبايه، ورحت لما العجينه بيها، لان انا حطيت يعني لهطه سمنه زياده كده، فهي اللي عملت معايا كده. بصوا الغريبه جميله طريه وما بتلزقش في الايد، وهتشوفوها دلوقتي وهي طالعه من الفرن جميله. انا دلوقتي برضو بعيد المقادير معاكم اهو، بس انا بقى حبيت اسجل لكم بصوتي، علشان الصوت بره في الشارع وكده كان طالع في الفيديو. فهنا بقول لكم انا مقادير الغريبه المظبوطه اللي هتطلع لك احلى غريبه: كيلو دقيق، نص سمنه، ربع سكر. وافضل دلوقتي بشاور لكم بقول له ادي الفرن الكهرباء، وانا كنت مشغله شغلت الفرن عشان اسخنه. هقول لكم دلوقتي العيب اللي جه في الغريبه وانا بسويها، مع ان مقاديري مظبوطه، بس في عيب اهو. حطيت 3 وحدات اجربهم تيسير غسله لي التلاجة، فقلت انا هصور التلاجة، قلت لها صوريها وريهم التلاجة حبيبتي اللي انت غسلاها. وراوده غسلت الفريزر، كل واحده بيبقى عليها حاجه يعني وكده، قلت لهم واحده عليها الفريزر وواحده عليها التلاجة. فدي غسلت التلاجة ودي غسلت الفريزر. فانا بقول لكم بسم الله ما شاء الله، عملت لي كام صينيه، في واحده في الفرن، وقدامي 3 4 5. مين اللي بيرن دلوقتي؟ فالمهم ثواني يا جماعه. معلش يا جماعه، اختي بترن عليا، كمل مع بعض. انا بعيد كل شويه المقادير: كيلو سمنه، كيلو دقيق، نص سمنه، ربع سكر. فانا بكلمكم بقى في دلوقتي، ان انا ولعت الفرن من فوق ومن تحت. دي غلطه انا غلطتها، فراحت فتحت معايا. اول ما حطيت ال3 اللي انا هجربهم في السوا، لقيتها شرخت من فوق. بصيت لقيت الغريبايه فتحت زي الورده كده، فاتصدمت ازاي ده المقادير مظبوطه، في ايه اللي خلاها عملت كده. فبعدين ببص للفرن قلت انا مولعه الشوايه، فطبعا ده غلط. السمنه منها بتبقى يعني سمنه الغريبه تبقى زياده، فالسمنه اول ما السخونيه من فوق، سخونيه فوق جت عليها، راحت خلتها زي فتحت كده زي الورد. فرحت قافله من فوق واستنيت على الفرن هديت، وابتديت اسوي. فطلعت بقى بسم الله ما شاء الله جميله ودايبه دوب، دايبه دوب بمعنى كلمه دايبه دوب. فانا دي الغلطه اللي انا غلطتها، ان انا ولعت من تحت ومن فوق. كملوا معايا بس الفيديو
وشوفوا بس الغريبه تبقى طالعه عامله ازاي. وتسويه الغريبه يا جماعه اهدى نار، وما بتكملش 10 دقايق في الفرن، يا دوب بتاخد لون بامبا من تحت، يعني مش بتحمر كمان، ده لون بامبا بس كده. وتسيبيها على الصواني او الصاجات اللي انت بتعملي فيها، ما تجيش يمتها خالص الا لما تبرد خالص، ما يبقاش فيها اي حاجه. فانا كنت جايبه بقى اللولي دوا، رحت عاملاه بيها، كان برضو مديها شكل جميل قوي والله، هتشوفوه دلوقتي شكلها كان حلو قوي. فاللي وصل معانا لحد هنا يا جماعه يحط لنا اللايك والاشتراك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. صلوا على النبي يا جماعه ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. كل سنه وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم الايام بخير. انا معلش يعني ايه بعمل حاجه لاني انا يعني ماشيه على تبع ظروف بيتي، فانا مش في حاجه يعني. انا جوزي كان تعبان، يا ربنا يشفيه يا رب ويعافيه، فقعد يومين كان جاي من الشغل تعبان، ما اقدرش اعمل حاجه وهو تعبان، يعني انا مش هيجيلي نفسي ان انا اعمل حاجه. فاول ما ربنا كرمه الحمد لله وفاق، دور برد كده بس كان شديد عليه، والحمد لله فاق وبقى كويس. فروحت بقى ايه مكمله، انا عامله البسكويت من ايه من حوالي 3 4 ايام، فكنت اتاخرت بقى ايه عليكم في الغريبه وكده. فاول ما الحمد لله ربنا كرمه رحت قايمه بقى جايبه بقيه الطلبات، وان شاء الله ربنا يسهل هعمل البيدوفور والكحك بعديه على طول. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. صلوا على النبي ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. كل سنه وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم الايام بخير. دي الغريبه بتاعتنا. انا والله حصل لي موقف بعد ما قفلت الفيديو، بس والله الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، يعني انا ربنا كرمني بصراحه ربنا. انا حاسه ان قلبي بيدق، يعني انا اللي بمنتج الفيديو انا لسه قاعده برضو قدام الفرن، وفي صينيه لسه اخر صينيه قمت سويتها في الفرن الغاز، الفرن البوتاجاز بتاعي. وهنا بصوا الغريبه جميله ازاي، ادوب قعرها بس بامبا بامبا بس كده. دي الصينيه اللي روضه عاملاها، تقول لي قولوا لهم ان انا اللي عامله الصينيه دي، قلت لها حاضر هقول لهم. اي قلت لهم يا روضه انت اللي عامله الصينيه. بسم الله ما شاء الله. بصي ما بتاخدش لون، عشان ما حدش يقول لي استنى اما تحمر استنى اما تصفر استنى، لا، هي بتاخد 10 دقايق بتاخد لون بامبا من تحت كده وخلاص. فانا بقول لكم شرخت مني، دي بقى الغلطه اللي انا غلطتها، فتحت كده زي الورده، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هنا دي لسه كانت نيه ما سويتهاش. بسم الله ما شاء الله. بص عامله ازاي، بقول لك فين الفرق بين المستويه وفرق بين النيه، يا دوب حاجه بسيطه عشان التسويه. بصوا قعرها عامل ازاي بامبا، يعني كانت هي ممكن تكون كانت عايزه سنه كمان، بس هي كده حلوه قوي، سواها حلوه قوي. دي برضو لسه دي اخر صينيه اللي انا سويتها بعد ما قفلت الفيديو، عشان عايزه انزل الحق صلاه التهجد. فهو بقول لكم شوفوا الفرن هنا بقى، دي لسه هي احطها لسه عشان تاخد لون كمان من تحت، كنت طافيه من فوق. شوفوا يا جماعه السلك اللي انا حاطاه دوا عشان اخلي الفرن جنب مني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني الفيشه من جنبي كف ظهري كده بالظبط، لقيت في صوت بيطقطق كده، بتلفت بعد ما قفلت الفيديو خلاص، بتلفت ببص ورايا لقيت في ولعه، يعني في ولعه وشرار كده. الحمد لله لأ انا ما كانش معايا حد، معايا ربنا، قمت جري شديت الفيشه وقفلتها. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انا كنت الحمد لله، يعني انا مش قادره اقولها بصراحه، انا كنت هولع والله العظيم، هذا الكلام ده انا بقوله لكم، بس الحمد لله يا رب، ربنا الحمد لله كبير. وحسيت بصوت الطقطقه، واول ما بتلفت كده لقيت شرار طالع من الفيشه اللي انا حطاها في الفرن، لان عندي الفيشه يعني ضغط الفرن بيبقى عالي، يعني لانه فرن كهرباء، يعني فرن بيسحب حراره عاليه. والله حتى الفيشه لزقت في قلب الفيشه التانية ومش عارفه اطلعها، اما يجي حمدي بالسلامه يطلعها لي لانه بره. دي اخر صينيه بقى اللي انا حطيتها، لاني كنت والله عايزه اقفل الفيديو وانزل جري عشان الحق صلاه التهجد وكده. بقول لكم عاملاها على 150 من تحت بس وطافيه من فوق، عشان دي غلطه انا غلطتها، ولعت من فوق ومن تحت. الحمد لله يا جماعه قدر الله ما شاء فعل. واللي وصل معانا لحد هنا يحط لنا اللايك والاشتراك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. كل سنه وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. انا بصراحه مش لاقيه كلام اقوله، ويا رب يجي عيد سعيد علينا كلنا يا رب، ويفكها على كل متضايق، ويشفي كل مريض يا رب، ويعمنا بليله القدر يا رب، يرزقنا بليله القدر يا رب. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه ويعود علينا وعليكم الايام بخير.
انا بقى قفلت الفيديو ورجعت فتحته تاني. ايوه بقول لكم بصوا يا جماعه، انا هعينها في العلبه دي، هلمها كلها في العلبه دي. كل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الايام بخير. والحمد لله، ربنا الحمد لله سترها معايا. الف حمد والف شكر ليك يا رب. اوريكم برضو التسويه تاني. اللون بيبقى بامبا خفيف من تحت، وهي يا دوب ما بتاخدش لون من فوق. بصوا دايبه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، دايبه دايبه خالص كده. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ويعود علينا الايام بخير. اشوف وشكم على خير.